مسلسل حالة خاصة. المحامية أمان النجار صاحبة مكتب المحاماة اللي اسمها كبير في السوق، وعاملة مسابقة لضم محامين جدد تحت التمرين، واللي هيثبت نفسه هيتم تعيينه بالمكتب. وتقدم للمسابقة عدد من المحامين، منهم رام الله ماهر السورية، وندى محمد الوكيل بنت رجل الأعمال، ويوسف عز المحامي السئيل الوصولي صاحب البيئة اللي مش ولا بد، ونديم أحمد أبو سريع المريض بمرض التوحد، لكنه قوي الذكاء، قوي الذاكرة، والأول على دفعته. لكن أماني ما قبلتوش بسبب ظروفه المرضية، وهو نفسه يشتغل معاها ويحقق النجاح العملي اللي بيحلم بيه. وبيروح لها المحكمة ويعرض عليها انه يشتغل معاها ببلاش، لكنها بترفض برضه. وهي مجتمعة مع المساعدين بتوعها، وبتلاقيهم ما قدموش حل لأي حل للقضية اللي اترفع فيها، فبترفض منهم اتنين وتهدد الباقي بالرفض في حالة ما اشتغلوش باجتهاد ويحلوا ألغاز القضايا اللي بتديها لهم. وهي في الجلسة نديم بيكون قاعد لوحده، ولكن بيروح لها ويقدم لها حل اللغز القضية يخليها تكسبها ويسيبها ويمشي. ولكن وبعد كده أماني بعد ما تكسب القضية بتدي توجيهات للمساعد بتاعها مصطفى إنه يتصل بنديم عشان ينضم للمجموعة الجديدة. وفي نفس الوقت نعرف إن نديم جاوب على كل الأسئلة في برنامج مين يكسب المليون، وكسب المليون، وسدد المديونية بتاعت المكتبة اللي صاحبها عم جميل صديقه الوحيد والراعي الوحيد ليه بعد وفاة والدته. ونشوف أمان في بيتها مع جوزها ياسر الموسيقار اللي معروف عنه إنه بتاع نسوان ودايما بيخونها، لكنها بتحافظ على بيتها وأسرتها عشان عندها منه ولد اسمه علي مصاب بمرض التوحد زي نديم. وبرنامج المليون يتذاع وتشوفوا أمان وكل زملاء نديم في المكتب، ويتم أول اجتماع للمحامين الجدد في مكتب نديم أو مكتب أماني، وتطرح عليهم أول قضية، وهي عبارة عن واحدة قبطية عايزة تتطلق من جوزها، مع العلم إن مفيش في الديانة القبطية طلاق، وده بسبب إن جوزها ما بيعرفش. ونديم ما يعرفش معنى إيه الجملة دي، ويسأل زميله ياسر. ياسر يقول له زيك كده، ونديم يفتكر إن جوز الست عنده توحد برضه زيه، ويروح لها يقول لها ازاي ان انت عاوزه تطلقها من جوزك عشان عنده توحد. بس راح لها بالليل قوي، فالست طردته. عز زميل نديم استدرج نديم في الكلام، ونديم وضح حل القضية إن الست عشان تثبت إن جوزها ما بيعرفش تعمل كشف عذرية، وحسب الكشف هيتم قدر زوجها من عدمه. لكن زميل نديم عز سمع الحل ده ونسبه لنفسه في الاجتماع مع المحامية أمانة النجار. ورام الله زعقت لعز إنه عمل الحركة دي، بس عز الواضح إنه إنسان بارد، وإنه سرق حل اللغز بتاع القضية من نديم. ورام الله هددته بفتح الموضوع، وحفزت نديم إنه ما يسيبش حقه. لكن عز ضحك على نديم بالكلام وثبته، وانتهى الموضوع على كده. والحاج أحمد البيه بيتعامل مع المكتب بتاع أماني، بس مشاكله كلها وشغله كله شمال، وأماني رافضة تتعامل معاه عشان ما تخش في مشكلة مع حد من اللي هو بيعمل معاهم المشاكل. وكان عايز أماني تقف معاه في القضية كمحامية في قضية مخدرات مع ناس كبار. وأمانة قالت له دي تصفية حسابات يا حاج. قال لها ماشي، أنا متعود على تصفية الحسابات، مفيش حد بياخد معايا حق ولا باطل. هي رفضت، فهددها بانه يخليها تمسك القضيه غصب عنها، وسجل لقاء جنسي لجوزها مع مطربه وراقصه اسمها ورد، وبعت لها الفيديو. اماني قابلت ورد وقدمت لها عقد عمل في دبي مقابل انها تبعد عن جوزها ياسر، كل ده عشان بيتها وابنها علي. وقبلت القضيه بتاعت الحاج احمد البيباوي مقابل مبلغ كبير، وصدته لما حاول يغزلها، وأثبتت إنها ست قوية ومحامية شاطرة لأنها كسبت القضية لصالح أحمد البيباوي. بس عشان تطلعه براءة أثبتت إن هو كان مع إحدى عشيقاته في إحدى القرى السياحية، وبكده أثبتت لمراته إنه راجل خاين وعينه زايغة. وبرغم حزنها من خيانة جوزها، المحامية أماني بتحافظ على بيتها
وجوزها ياسر خوفا على مستقبل ابنها علي عشان ما يحسش ان ملوش اب. وتم طرح قضية جديدة على فريق المحامين واللي هيحل القضية دي هيكون له نص أتعاب ويترافع فيها في المحكمة قدام القاضي. وهي القضية عبارة عن إن متهم معترف على نفسه بقتل شخص ما ومعاه المسدس وعايزينه ياخد براءة، لأن المحامي بتاعه اللي قبل كده ساب القضية قبل الجلسة ب5 أيام عشان مش لاقي حل للمشكلة دي. ونديم قدر يحل القضية بس مشكلته انه ما بيعرفش يترافع، وامانه تعرف انه توصل لحل لغز القضية وتتأكد انه انسان ذكي لتاني مرة، لان المرة اللي في النص كان زميله هو اللي قال على نفسه. ورام الله بتتعاطف مع نديم وهو متعلق بيها عاطفيا، حتى لما جه عيد ميلادها جاب لها سحلفة حب وهي حبيت اللفتة دي منه. ولما أحد عملاء المكتب جاب لهم تذاكر للسيرك خرجوا سوا واتفسحوا مع بعض. وجميل بيحاول يفهم نديم إن مسألة صحوبية رام الله مش أكتر من الصحوبية عشان خايف عليه من صدمة الرفض عشان ظروفه الصحية. وجميل وأماني ورام الله يشجعوا نديم على إنه يخوض تجربة المرافعة. ونديم اشترى روب محاماة واتفرج على فيديوهات لمحامين وهي بتترافع وتشجع، ووقف قدام القاضي ونجح إنه يكسب القضية. ونعرف إن أماني مهمومة بمستقبل ابنها علي وزعلانة من إهمال أبوه ياسر ليه، بس عندها أمل إنه يبقى ذكي زي نديم. وعاملين احتفال في المكتب بسبب إن هم كسبوا القضايا، وبالصدفة يجي ياسر عشان ياخد مراته يقابل رام الله ويعلق معاها وياخد تليفونها ويوعد منها إنها تزوره في الاستوديو. هي زارته في الاستوديو بس ما عملتش معاه حاجة لأن هو كان عاوز معاها لقاء جنسي، وهي رفضت الموضوع ده مجاوبتوش، فعرض عليها الجواز. في نفس الوقت مصطفى مساعد أماني يعرض الزواج من رام الله، لكن مصطفى كان متجوز قبل كده وشكله مش جان أو كلام مش ناعم زي ياسر. وهي بتقول له سيبنا أفكر، لكنها بتميل لياسر أكتر عشان هو فنان. وياسر لما لقاها صعب إن يطولها من غير جواز عرض عليها الجواز عشان يطولها. ومطلوب من رام الله انها تجدد اقامتها خلال ايام، فوافقت انها تتجوز ياسر. وياسر لما لقى المسألة جد خلف الميعاد معاها، واللي انقذها نديم واتجوزها على الورق بس عشان الاقامة وعشان ما ترحلش وتبعد عنه. المحامية اماني بلغت المحامين في المكتب ان رجل الاعمال محمد الوكيل هينقل كل شغله للمكتب. ونعرف ان محمد الوكيل هو عم نديم واكل ورثه بتاع ابوه وطرده هو وامه لما كان طفل. لكن ندى بنت محمد الوكيل ما تعرفش، وندى بتعمل علاقة مع يوسف اللي بيتدرب معاهم في المكتب وتتورط معاه في ان يوسف اصلا مزقوق من مكتب محاماة منافس لأمان الوكيل عشان يسرق ورق من المكتب بتاع قضايا ويبوظ عليها شغلها. ونديم يعرف الموضوع ده ويلحق ندى وياخد منها الورق ويرجعه الأماني بدون ما يعمل لها مشكلة. لكن محمد الوكيل يحط شرط لتعامله مع مكتب أماني إنها تستبعد نديم وتمشيه. وفي نهاية التدريب بنت محمد الوكيل تعزم كل زملاء المكتب اللي موجود بتاع أماني ومنهم نديم، وتحصل مواجهة بين نديم وعمه الطماع اللي واكل ورثه، وفاكر ان نديم عمل كده وانقذ بنته عشان يقرب له. لكن نديم يفاجئه بانه انسان ناجح ومعاه فلوس ومحامي شاطر ومش عايز منه حاجة ويسيبه ويمشي، وهو مبسوط انه عرفه انه مش طماع زيه ومش عايز منه حاجة. وأمانة عشان استمرار جوزها في خيانتها تطلب منه الطلاق، وعايز يتقدم لواحدة أكبر منه في المكتب عشان تساعده وتبقى سلم ليه. وبنت محمد الوكيل ترتبط بيوسف اللي هو كان مزقوق عشان ياخد أخبار من أماني واللي هو طماع زي أبوها. وجميل الراجل الكبير وصديق نديم الوحيد والراعي ليه يموت،
ونديم يحزن، لكن رام الله تقرر انها ترتبط بنديم بجد، مش على الورق بس، لانها ما لقتش حد اطيب منه يحميها ويحبها، بالذات بعد ما عشرته في البيت بعد سقف واحد. ونديم يقرر انه يساعد ابن اماني ويبقوا اصحاب. والمسلسل عالج الشخصيات بدون ما يطرح حاجة خارج المنطق، وبدون ما يجمل الحقائق الموجودة. فتحية لهذا الطرح الواقعي المغلف برومانسية الأحداث. وأرجو من الناس أنهم يتعاملوا مع أصحاب الظروف الخاصة برقة وعطف، فهم جزء من المجتمع. وتحية لكاتب السيناريو الرومانسي. شكرا.